من ضمن الاسئله ايه اللي خلي ماني يقف مع مندي وقول له دياز هيلعبها في النص؟ تمام. ليه؟ ما اعرفش. جميل، كلام جميل جدا. ايه اللي خلي ماني يتحرك قبل الكرة ما تتحرك؟ وده في قانون كرة القدم خطأ، والحكم لا يصفر ويقول ما يعيدش، والفار ما يعيدهاش. مجرد تساؤل، هي تساؤلات بس النهارده. تمام. ما احتفلتوش ليه؟ لماذا لم يحتفل لاعبي السنغال بعد ما مندي اخذ الكرة في حضنه، على الرغم ان مندي قانونا ضربة الجزاء لازم تتعاد؟ طب سؤال، اصل ده مش كلام انا. بص اقول لك حاجه، نحن الان في زمن المعلومه المصوره. ضربه الجزاء صحيحه من الاول ولا مش صحيحه؟ من الاول طبعا صحيحه 100%. هل مدرب السنغال والجهاز الفني استغل الضغط السابق على المغرب طبعا وانسحب؟ طبعا. خد بالك، انسحابه ده المفترض اساسا على المستوى كره القدم بتقول ان انت في حين انسحاب المدرب والفريق اكثر من 10 دقائق يعتبر مباراه ملغيه وتروح للمغرب. انت انسحبت 15 دقيقه. طب نقطه كمان ما حدش يتكلم فيها، لماذا؟ ما هذه اسئله اهي. هل ممكن يكون تم الاتفاق على اضاعه ضربه الجزاء؟ والله ممكن وغير ممكن. اذا كان ممكن فعشان بقى نخف من مساله الضغط الجماهيري وما تحصلش مصيبه في الملعب. واذا كان غير ممكن، لماذا لم يحتفل لاعبي السنغال بعد ما مندي صد الكوره ورجعهم للبطوله تاني؟ دي اسئله لابد منها. ده انت مفترض تحتفل بقوه. ما انت خلاص، اصل انت ما عندكش وقت تتعوض. وزي ما قلت في الاول يا استاذ جمال، كان لازم الكره تتعاد. المفروض تحرك مندي من على الخط. يتحرك من على الخط. ده مش كلامي، بصوا للفيديوهات. فماذا لو هذه اسئله كلها مطروحه هتتفك ان شاء الله. طب اسالك سؤال بقى، يعني ممكن محدش طرحه قبل كده. صح. هل تستحق افريقيا التنظيم الرائع؟ لا بعد ما حدث صدقني. في ناس كتير من العرب وفي ناس كتير من الافارقه اثبتوا ان الناس دي لا تستحق ان ينظم لها بطوله على هذا المستوى العالمي. حقيقي. اي الناس دي المفروض الناس دي ترجع تاني لمرحله الاستشفاء في البراميل. ما يتعمل لهمش فنادق خاصه، ما يتعمل لهمش ملاعب خاصه، ما يتعمل لهمش استضافه خاصه. لان انتوا لم تقدروا الجهد الذي بذله المغرب شعبا ومملكه ولوجستيا واتحاد كره قدم خاص بيهم ولعيبه واستقبال واكل وشرب ونظافه وتغطيه عالميه. فين ده؟ فين رد الفعل، حتى رد الجميل المعنوي يعني. ما زلنا اخوه وما زلنا عرب لكن في نفوس مريضه فعلا ظهرت بعد نهايه هذه البطوله. اثناء البطوله برضه. مع اثناء البطوله اوكي، انما دلوقتي ايه نوع الفرحه المبالغ فيها دي بهزيمه المغرب؟ يعني انا مش عمل لك ايه المغرب اصلا عشان تفرح فيه الفرحه الغريبه دي؟ ناس بلا مبدا حرفيا. خد بالك في اشياء لا تقال كمان، يعني في حاجات انا مش عاوز اقولها عشان اريحك. في كواليس تانية خليها بس في وقتها، إذا تبعك التابعون فإن لله وإنا إليه راجعون. والخوات والجزائر تلغت، مصر تلغت، شريتوا الكاس، شريتوا اللعابة، الله يشريها لكم مع الرئيس كوريا الشمالية. اش بيننا وبينكم؟ والله خويا يا اخو، وكل شيء تيلغوت وكل شيء، ويرتوا هذاك الكاس. اش بينا انتو كاع هذاك الكاس طرنا شي كارثه. الله يلكيها لكم انتم ولا وياه. احنا ما باقي شريناش صافي، يلا بردوا، احنا ما ديناش. السنغاليين خسرنا معاهم فينال، ماشي هادشي اللي ضرني ان السنغاليين بحد ذاتهم تنقسموا معاهم طرف الخبز، تنقسموا معاهم مناصب الشغل، وافريقيا كامله كنقسموا معاها لقمه العيش ديالنا. هادشي كامل باش تشوفوا فينا داك الشوفه ديال حنا مغرب الكرام، حنا مغرب الطيبوبه. هما كيعاملونا كيفاش كنعاملوهم. عمر شي افريقي غادي يبغيك، حيت حنا الافارقه فينا واحد العرق ديال كنتبعوا اللي كيجوعنا. دونك كتلقاهم في الاوروب حادرين الراس. علاش؟ فرنسا جات دات ليهم الذهب، بريطانيا جات دات ليهم العاج، كله شنو دا ليهم. وجاو عندنا حنا كيقسموا معنا في طرف الخبز، تقسموا معنا في المناصب، غلاو علينا السكن. اشوف الاسبقيه الابن وجلداتي، اسبقيه المغربي. اما افريقيا راه ما عنده ما يعطيك. عمرك تسنى منه الشكر ولا الجزاء على شي حاجه درتيها معاه زوين؟ لا افارقه لا عرب بجوج. دونك حنايا كنعيشوا في واحد الجزيره خاصنا نتقبلوها. امريكا راه العالم كامل ما كيبغيهاش، ولكن راه اقوى اقتصاد وتا واحد ما يقد يهز فيها الراس. حسن اخوان، واخا ماشي خبر سعيد، ولكن سترون بانفسكم. نعم، الكاف غادي ينزل بعقوبات شديده على المسؤولين والمدرب والاتحاد السنغالي لكره القدم على داك الشيء اللي داروا. شوف
انت غير تبع ما خسر والو، غادي ياخذوا ماشي غير الجزاء ديالهم واكثر على داكشي اللي داروا في الفينال البارح. ما خاسر والو، انت غير تبع. المدرب ديالهم بينو بدا تيفرش من دابا، بدا تيعتذر بطريقه غير مباشره، لحقاش عارف راسو شنو دار. كان الاهم هما انتحروا على وديت الكاس باش يديو، ولكن دابا وصلت وقيته ديال شنو السلوك والنتيجه ديال السلوك وردة الفعل ديالك. مش غير تكون غاضب ولا تكون سعيد، غتشوف غنتاقموا عن طريق القانون، حيت اما ان تمنحونا اللقب او نفسد لكم الحفل. تبع معايا. مدرب السنغال بعد اعاده التفكير اعتذر عن مطالبه اللاعبين بمغادره الملعب، احيانا يمكن ان تنفعل بشده، ما شغلناش هادشي كامل مقيد عليك. وقال كذلك لقد تساءلنا ان كانت ركله الجزاء صحيحه حقا، وقبل ذلك سجلنا هدف لم يتم احتسابه، لكن الان نحن نتقبل اخطاء الحكم. نعلة الله وعليك. زيدك هذه ما كان يجب ان نفعل ذلك، زعما التهديد بالانسحاب. هدونا، انا شوف داكشي مقري عارفين راسهم في اسوء الحالات شنو غادي يديروا، لكن نعتذر الان لكرة القدم. لن يقبل منك الاعتذار. القانون القانون هادشي تفورما عندنا وخدا الشهاده التكوينيه للحصول على الدبلوم كاف في المغرب، وتشكر المملكه وتشكر الملك ديالنا وتشكر عطاو شهاده التدريب. المدرب ديال السنغال. المغرب شحال ضيف بزاف واللي جاتي نقول شي كلمه. المهم ان شاء الله غنخرجوا هادشي دا كامل بالتاني والمتني، بمعنى غادي نشوف تعويض فلوس صحيحه. بلاتي ما تبع معايا، انا غنبقى حاط عيني على الخبر ونبوستي لك العقوبات الشديده على هذا الفينال، على هذه الحاله اللي داروا لينا اصحاب الهجره. كاع اللي عندهم الاوراق ما عندهمش الاوراق مرحبا بك، يلا ولقى انت شوف بعينك الحمد لله كلشي مصور. العالم كامل كيضحك علينا. كنقرا الصحف العالميه والصحف النرويجيه كيقول لك اش هاد المهزله اللي وقعت البارح في الفينال، باش فرقه في الفينال تخرج على قدا من التيران والمدرب قدام الكاميرات وقدام موتسيبي الكلاون وقدام رئيس الفيفا اللي ما يدخلوش، والحكم اللي كيجيو اللعابه قدامه كيديروا ليه بيديهم بحال هكا، وحتى شي واحد ما خدا فيهم حمراء. قال لك المينيموم المدرب ديال السنغال كان خاصو ياخذ حمراء، لانه قال اللعابه ديالو يخرجوا من التيران. والعالم كامل كيشوف شيكون واخا ناخذوا حنا هاد الكاس هادي ما لها لا طعم لا والو، لانهم فسدوا الطعم ديالها من البدايه ديال الدوره. لهذا الا بغيتي تضم صوتك مع صوتي انايا هو نقولوا للجميع اي تظاهره افريقيه ما عندنا ما نديروا بها، اي تظاهره افريقيه ما عندنا ما نديروا بها. حتى دوك التيرانات اللي كنخليوهم لشي افارقه يلعبوا فيهم، لا اقصائيات ديال كاس العالم ولا اقصائيات ديال افريقيا، ما مرحبش بهم. التيرانات ديال المغرب هادوك الفلوس اللي تبنوا بهم التيرانات هما فلوسي وفلوسك، فلوس المغاربه كاملين، لانه كتعيا ما دير الجميل والمزيان وكيرجع لك بو مزوي، كتسمى انت هو اللي خايب. دابا بالنسبه للماتش دول افريقيه اخرين خرجوا كيحتفلوا بينهم المغرب تقصى، لعبوا لنا على النفسيه ديالنا. وكيقول لك الصحيفه النرويجيه شنو كتقول، باش ما كيتوقف اللعب دقائق كثيره باش بين النسبه ديال تضييع ضربه الجزاء نسبه كبيره، يعني كيخرج اللعاب من الفوكس ديالو. والله العظيم الا ولينا ضحكه بالله كنا ضحكه. افريقيا كانت ضحكه ديما كيضحكوا عليها، ودابا عاد زادوا تاكدوا الضحك اللي كان في افريقيا 2025 وباقي عاد النيفو هذا في الكره العالميه. لهذا المغرب للمغاربه ولا غير. تحياتي وديما مغرب. وهنا يا خوتي كنكونوا وصلنا لنهايه المقطع. الا كان الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تنساوناش باللايكات ديالكم اشتراكاتكم، وكتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، والمقابله اخرى ولا فرصه اخرى ان شاء الله.